ولما بيدخلوا هما الاتنين البيت بيتفاجئوا ان البنات عاملين لهم حفله، ووقتها جرو بيستغل الفرصه وبيقول لهم ان هو ولوسي اترفضوا من المنظمه، ووقتها البنات بتتضايق جدا لما بيعرفوا اللي حصل. وبعدها جرو بيروح للمونيوز وبيسأل عن الدكتور نافاريو، فبيقولوا له المونيوز انه جمد نفسه في الماده اللي استخدمها في اخر تجربه كان بيعملها، وانه مستحيل هيخرج منها تاني. ووقتها جرو بيقول للمونيوز انه اترفض من المنظمه وكمان مش هيقدر يكون شرير مره تانية، فبيتضايقوا المونيوز وبيسيبوه وبيمشوا، ما عدا 2 منهم بيكونوا جايين متأخر، فبيقول لهم جرو ان هو رقاهم عشان ما يمشوش. وهنا بنروح لباريس وتحديدا في متحف اللوفر، وهناك بنشوف خبير المجوهرات وهو داخل المتحف، وبيقول لمدير المتحف انه شاكك ان الألماسة اللي جات لهم مزيفة، فبياخدوا المدير على مكان الألماسة اللي موجودة فيه. ولما بيوصلوا لهناك بيستخدم الخبير إبر مخدرة، وبيقدر انه يخدر المدير وهو وكل الموظفين. ووقتها بنكتشف ان هو برات، وانه كان متنكر على هيئة خبير المجوهرات. ووقتها برات بيسرق الألماسة وبيهرب بسرعة. وتاني يوم بنشوف جرو هو متضايق جدا لما بيعرف ان برات سرق الألماسة، وبيتضايق اكتر لما بيشوف اجنس وهي بتبيع اللعب بتاعتها. ووقتها جرو بيسألها عن السبب، فبتقول له اجنس انها عملت كده علشان تساعده لانه ما بقاش بيشتغل. وفي الوقت ده بيجي راجل غريب وبيحاول انه يتكلم مع جرو، ووقتها جرو بيفتكروا انه جاي علشان يشتري اللعب بتاعت اجنس، فبيربطه في صاروخ وبياخده وبيطير لبعيد. بس بعدها الراجل الغريب ده بيرجع مرة تانية وبيقول لجرو ان هو مساعد اخوه التوأم درو، وانه جاي علشان يبلغه ان درو عاوز يقابله لان والدهم توفى. وبيعرفوا مكان بيت درو، بيقول له انه موجود في مدينة فريدونيا. ووقتها جرو ما بيكونش فاهم اي حاجة ولا كمان بيكون مصدق اللي هو بيسمعه. ووقتها مساعد درو بيوريله صورة ليه هو